ويعني كنت موفق في مباراة النهارده وما زلت تعبر عن نفسك بمنتهى القوة والموضوعية في الملعب، وأدائك كان رائع. لكن ايه حكاية كتفك مرتين ثلاثة ورا بعض؟ كتفك فيه ايه بقى؟ احكي لنا. ربنا يخليك يا كابتن. والله الحمد لله، يمكن كتفي بس الدكتور ايهاب شافوا لي بعد الماتش، يمكن قال لي ان ما فيهوش خلع، بس انا عندي الاحساس ربنا يستر يعني تكون حاجه بسيطه يعني. يعني انت لما وقعت على حسيت ان في نطره من كتفك؟ لا يا كابتن، انا اول ما نزلت على ايدي فحسيت بطرقعه جامده جدا. حسيت بطرقعه؟ في نفس الوقت حسيت ان ايديا كلها نملت. يعني في نفس الوقت ما قعدت مثلا دقيقه كده مش حاسس بايدي. يعني كان في تنميله، يمكن حتى تنميله قعدت معايا شويه، يمكن بعد المباراه بشويه بدات تروح حاجه، فان شاء الله خير يعني. طيب هل عمل لك عليه رباط او حاجه؟ لا، هو اداني علاج، والدكتور ايهاب يعني هو كشف، وانا طبعا انا عندي ثقه في الدكتور ايهاب يعني طبعا يقول لي ان ما فيهاش خلع، فاتمنى ان شاء الله تكون بسيطه يعني. انت وصلت بيتك يا سيد خلاص؟ لا، انا في الطريق والله يا كابتن. انت في الطريق. طيب قول لي يا سيد، يعني اكيد احنا بنشوف الوقعه بتاعتك فعلا. كان التحام ما بينك، كان احمد غانم واحمد جعفر. وانت دخلت في وسطهم وانت بتقطم لجوه، وبعدين اختل توازنك، نزلت سندت على ايدك اليمين. واضحه جدا. قول لي بعيد يعني ان شاء الله سليمه، ما دام الدكتور ايهاب علي شاطر جدا، ما دام قال لك ان ما فيهاش يبقى اطمئن خلاص يا سيد. هي بتصور هتاخد راحه يمكن اسبوع ولا حاجه بيتهيألي. ربنا يسترك ان شاء الله. قول لي بقى الماتش النهارده، انتوا فوجئتوا بان الزمالك بادي بدايه قويه هجوميه يا سيد، ولا كنتوا متوقعين السيناريو ده؟ لا، احنا كنا متوقعين، واحنا كنا عايزين نبدا كده يا كابتن، فهي التوفيق بس خدم نادي الزمالك في اول كوره، يمكن دي كانت اول كوره في المباراه. فراحت بجون، يعني اي فرقه بيحصل معاها الكلام ده، بيحصل ارتباك شويه، وده اللي حصل معانا في الملعب. قعدنا مثلا حوالي 10 دقائق الامور مش متظبطه شويه، لان انت جون في اول دقيقه يا كابتن طبعا بيصعب الامور شويه. الحمد لله يعني بالخبرات اللي موجوده قدرنا نرجع للمباراه تاني. يمكن برضه يا كابتن يعني انا كنت اعتقد ان احنا لو كنا بدانا بالتسجيل كان صعب جدا نادي الزمالك يرجع، انما احنا يمكن 3 مرات وبنرجع للمباراه تاني، وده شيء كويس وايجابي بالنسبه لنا. انتوا كررتوا السيناريو 4-3. طب قول لي يا سيد، النهارده انت دايما معودنا بتعدي وبتعمل اوفرات كتيره جدا، النهارده هل كان في تعليمات ان انت ما تزودش الجانب الهجومي قوي؟ لا، ما كانش في تعليمات، يمكن كان في تعليمات بالتقدم برضه خدتي. النقطة ان انا من الدقيقة الأولى، يمكن أنا سمعت كابتن أيمن في آخر حاجة، بس ما كنتش بنتابع في الصوت يعني. نعم. بس يمكن أنا أعتقد إن إيديكو اللي هو الأفريقي يعني هو كان بيلعب مان، يعني أنا مجرد بس إن الكرة توصل لي فهو أول واحد بيدخل عليا. يمكن هو حتى والزمالك بيدافع هو ما بيرجعش نص الملعب وهو واقف جنبي. أنا حسيت إن هو من بداية المباراة، يمكن انا اعتقد برضه انه خرج بعد ما بدانا انا وبركات الكره نروح مرتين ثلاثه، فاعتقد ان سبب خروجه ان احنا بدانا نروح يعني من الناحيه دي. انما طبعا يعني فريق نادي الزمالك فريق كبير. طبعا عرفت من لعيبه مميزه وهم كانوا كويسين النهارده. اعتقد هي مباراه حلوه للفريقين. لا مباراه جميله ومحترمه واخلاقيه، وده الاهم. يا كابتن. يمكن بس في عتاب بسيط برضه يا كابتن. يمكن الكرة اللي بركات طلعها اوت بعد ما حد من لعيبه الزمالك واقع. يمكن الجون الثالث اللي دخل فينا بركات كان واقع بعدها، يعني بعد الكرة اللي طلعها اوت بدقيقه. يمكن الجون الثالث بركات كان واقع، فالمفروض ما حدش كان شايفه يا كابتن سيد، يعني العين ما كانتش موجوده عليه عشان حد يتعمد انه ما يطلعش الكوره. لا، انا ما اقولش تعمد، بس هي النقطه ان يعني كان لسه من دقيقه حتى كابتن، يعني هو مطلع الكوره، فحتى اول ما وقع يمكن حتى بركات بعد الجون قعد يتعالج بتاع 3 دقائق بره يعني. اللي هو بيمثل يعني انت تقصد كان المفروض يطلعوها بره تقصد؟ طبعا ده السيرفي بس ممكن كانت تبقى هجمه واعده او حاجه. قول لي انت في عربيه، وايه اللي الزماره اللي جنبك دي ايه؟ التليفون الثاني يا كابتن. التليفون الثاني. طيب يا ابو السيد. مبروك يا سيدي، والف سلامه عليك يا سيد. ربنا يخليك. الف سلامه عليك. اتفضل يا كابتن. عايز تعرف كل حاجه.